عايزه اوريكم بقى الجمال بعد ما غرفتها. بطاطس دي عشان محمره البطاطس واخده اللون ده، ولا فرن بقى ولا غلبة الفرن. شايفين عامله ازاي؟ تحفه. هنعمل النهارده مع بعض دبابيس الفراخ بالبطاطس، بس على البوتاجاز مش في الفرن. شايفين الجمال بقى؟ لو اول مره بتشوفوني ولسه ما اشتركتوش اشتركوا حالا، ولو عجبتكم الوصفه لايك وشير. يلا بينا. عندي هنا 1.5 كيلو دبابيس، غسلاها بقى بالدقيق والملح. عندي هنا التوابل: فلفل اسود وكزبره وبابريكا وحبهان وجوز الطيب وسماق وورق لورا. احط معلقه كاتشب كبيره، وعندي صويا صوص احط معلقه كبيره كده، احط معلقه كبيره زيت زيتون. عندي هنا ليمون ربع كوبايه، احط جزء واسيب جزء. اقلب بقى الخليط كده كله مع بعضه. نتبلها بقى بالشكل ده. انا هاخدها اعملها على طول، مش هسيبها متبله ولا اي حاجه. يلا بينا. احط زيت زيتون، ممكن زيت عادي. عندي هنا الفراخ اللي احنا تبلناها مع بعض، وسخنت الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. هرفعها بقى واحطها في طبق. عندي هنا كيلو بطاطس مقطعاها تخينه كده بالشكل ده، احطها بقى. عندي هنا باقي الخليط اللي احنا عملناه تتبيله الدبابيس، احط عليها باقي الليمون بالشكل ده. اشوح بقى البطاطس بالشكل ده. انا كده يعني كأني بحمر البطاطس، يعني الطريقه دي جربوها خطيره، ولا فرن يعني كأنها في الفرن بالظبط. بس طبعا التركايه بقى ان احنا ايه، عشان البطاطس ما تاخدش سوا بحمرها. شايفين بالشكل ده. يعني ربع ساعة كده، ولا فرن بقى ولا غلبة ولا أي حاجة. دي هنا بصلتين، يبقى أنا إيه حمرت البطاطس الأول، مش تشويحة لأ، يعني شايفين حمرتها الأول، بعد كده نزلت بالبصل.
نشوح البصل كده، معلقه ثوم، معلقه ثوم كبيره، هوسع بقى واحط الايه الدبابيس بالشكل ده، لفيت عليها بس احط الدبابيس. عندي هنا 3 طماطم، يعني ضربت طماطمايه واحده ومقطعه 2، واحط 3 معالق صلصه معجون طماطم. عندي هنا كوبايه ميه بتغلي مج يعني، كوبايه واحده بس. انا في الاخر خالص احط الملح مش دلوقتي، انا طبعا معليه عليها كده. خلاص قفلت عليها، سبتها نص ساعه طبعا مغطياها. هنحط بقى الملح دلوقتي. عملت معاها رز بالشعريه، عايزه اغرف معاكم بقى. عايزه اوريكم بقى الجمال بعد ما غرفتها. بطاطس دي عشان محمره البطاطس واخده اللون ده، ولا فرن بقى ولا غلبت الفرن. شايفين عامله ازاي؟ تحفه. الله على الجمال. شيل البطاطس زي الزبده، شايفين؟ طعمها تحفه. اتمنى بقى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا مقدما.